يا أهلا بعزيزنا المربي. لو مهتم بإنك تعمل دورة ناجحة بإذن الله تابع معايا، هقولك على كام نقطة هيفيدوك. في اليوم الثامن حرارتك في العنبر هتكون من 30.5 ل31 درجة مئوي، تزيد شوية أو تقل شوية على حسب شكل الفراخ. كل طائر عندك بيستهلك من 30 ل 35 جرام علف، من 60 ل 70 ملي مية. الوزن في اليوم الثالث بيكون من 200 ل 220 جرام. تابع شهية الكتاكيت للعلف، الحيوية، توزيع الكتاكيت في الحضانة. حافظ باستمرار على تهوية جيدة بدون تيار مباشر على الكتاكيت. العلف والمية يتزود شوية شوية، ما ينفعش نحط الكمية اللي هتكفيهم يوم كامل مرة واحدة. حافظ على الفرشة تحت الكتاكيت نظيفة بدون بلل. تحصيناتك في اليوم السابع أو الثامن ممكن تدي نيوكاسل حي كلون 30، أو تدي لاسوتا، أو تدي دولجوبان. ممكن تدي معاها ميت ثنائي نيوكاسل مع انفلونزا H5 او نيوكاسل لوحده. بالنسبه للادويه التانية، لو عندك مرض عالج عندكش والحمد لله الدنيا ماشيه مستقره، مش لازم تهدر في الدواء. الاضاءه لمده 22 ساعه كويسه جدا في العمر ده، والاظلام ساعتين. كل يوم في الدوره محتاج منك اهتمام عشان ربنا يوفقك. تحياتي دكتور المنتصر بالله، طبيب المزرعه.